الحمد لله. اول حاجه يعني الحمد لله على هذا الانتصار، ما كانش انتصار سهل. لعبنا مع فريق الوداد البيضاوي امام الجماهير ديالو، ماشي شي مباراه ما كانت سهله. الحمد لله حنايا الموسم عندنا واحد الطموح كبير ان شاء الله مع المدرب ديالنا. كيف ماشي هذا الانتصار غيعطينا واحد الحافز كبير باش نبداو في البطوله في واحد المسار اللي جيد. كما قلت لك هذا الماتش ماشي سهل. عندنا مباراه يوم الاحد مع المغرب الفاسي، هي ما غاديش تكون مباراه سهله. كما كتعرف الا بغيتي تمشي مزيان في البطوله وبغيتي تمشي بعيد، خاصك ما تضيعش لي ماتش في داخل الملعب ديالك وتقدر تجيب الماتشات خارج الملعب. هادشي اللي تفوقنا به، وكنتمنى ان شاء الله نبقاو غاديين على هذا النسق باش نمشيو بعيد ان شاء الله. فالحمد لله كما قلتي، ما كتجي الدار البيضاء اللي كتكون مقابله صعيبه. الان فتح الرباطي في 3 سنوات الاخيره ولا مع الفرق الكبيره كما عرفتوا. فالحمد لله دخلنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي تخلينا باش نبداو المشوار ديال البطوله باحسن وجه، خصوصا باننا جبنا التاهل ديال الكونفدراليه الافريقيه اللي عطانا واحد الدافع باش ندخلوا هذه المقابله هذه نديروا واحد النتيجه ايجابيه. الحمد لله دخلنا في المقابله، سجلنا الهدف الاول في الشوط الاول، سجلنا الهدف الثاني في الشوط الثاني في البدايه ديالو اللي خلانا نلعبوا بواحد شويه ديال الاريحيه. عرفنا كيفاش نجيروا المقابله رغم ان الوداد كان بعض اللحظات ضاغط علينا، ولكن عرفنا كيفاش نجيروا المقابله. طبقنا التعليمات ديال المدرب ديالنا اللي نجحت 100%، قرا الخصم بواحد الطريقه جيده. كنتمناو باش نكملوا في العمل ديالنا، لان عندنا فريق اللي فيه شباب وفيه لاعبين مجربين باش ان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا هذه السنه هذه ان شاء الله.